جدول مواعيد الاي اس تي الحمد لله بقت كويسه جدا ومناسبه ومفيش تعارض ما بينها وما بين السات ولا الاكت. وبالتالي احنا لازم نركز جدا كطلبه وكاولياء امور وكمدرسين ان حضرتك دلوقتي في الفتره اللي جايه لازم تمانج التايم بتاعك، بحيث انك ما ينفعش دلوقتي يبقى انت لسه مخلص اوريدي ترايل بتاعت 10 وريحت لك 3-4 اسابيع وبعد كده بدات تدور على مدرس عشان الدرجه بتاعتك ما كانتش الطف حاجه فعايز تخش ترايل 12. كتير جدا من الناس بتجيلي دلوقتي تقول لي ايه؟ تقول لي يا مستر امير انا حجزت خلاص ترايل 12 وفاضل شهر دلوقتي على الترايل، لو سمحت انا عايز ازيد 150 درجه 200 درجه. ممكن يحصل الكلام دوت لو الطالب بيبذل مجهود او ما كانش شغال مع مدرس كويس، ممكن يحصل، بس عايز مجهود وافورت كبير جدا جدا جدا. وبالتالي انا وجهه نظري ما تحجزش ترايل 12 واحجز الترايل بتاعت يناير. يناير هتبقى في 31 يناير وده هيبقى شيء كويس ومميز بالنسبه لك، لان هيبقى عندك فرصه عظيمه جدا، حوالي 3 شهور تفرم نفسك فيهم. هيبقى عندك 11 وعندك 12 وعندك واحد، افرم نفسك فيه عشان توصل للسكور اللي انت عايزه. ما ينفعش يا جماعه احنا طلبه اي اس تي يبقى انت عامل حسابك انك تدخل مثلا حوالي 5 ترايلز، اخرك هي 1 أو 2 أو 3 بالكتير قوي. فبالتالي ما ينفعش تبقى انت عامل حسابك انك هتفرم نفسك عشان تدخل ترايل 12 وانت متاكد 100% انك لو مكمل مع المدرس الفلاني اللي انت دلوقتي بتاخد معاه مليون في المية الحصيله بتاعتك هتبقى افضل انك تاخدها في انك تدخل ترايل بتاعت يناير مقارنه بترايل ديسمبر. فاعتقد كل ما الوقت هيطول معاك شويه وتشتغل وتاخد علم اكتر كل ما هيكون افضل للطالب نفسه عشان يوصل للسكور اللي هو عايزه. فلو سمحت ما تزنقش نفسك وتزنق التيتشر بتاعك وتقول والله خلاص انا فاضل لي 4 اسابيع لو سمحت زودني 150 ولا 200 درجه. في جميع الاحوال هو في الاول وفي الاخر احنا بنقدم معلومه وبنقدم ماتيريال وبنقدم شغل قوي جدا، ولكن مين اللي بيستقبلها ومين اللي بيذاكرها؟ هو الطالب نفسه. فما تحطش نفسك في بريشر وضغط كبير جدا انت ممكن ما تقدرش تستحمله، وفي الاول وفي الاخر هتحبط لو انت دخلت ترايل 12 وزدت زياده صغيره جدا مقارنه لو انت كنت قعدت ودخلت ترايل يناير. اعتقد ده هيبقى شيء كويس جدا يا اولاد لو تسمعوا الكلام اللي انا بقوله لكم. ولو سمحت عايز تحضر حصه تشوف فيها الماتيريال اللي احنا بنستخدمها، ابعد عن باندا، ابعد عن دكتور جون، ابعد عن كابلن، ابعد عن ماجرو هيل، ابعد عن كل الكتب دي مش مفيده تماما تماما لطالب الاي اس تي. اشوفكم دايما على خير، واللي عاوز يحضر حصه كومبليتلي فور فري يبعت لي على الواتساب. معاكم امير حميد.